اللي عمله النادي الاهلي. مش هكتر اكتر من كده لان النهارده بقى اللي اختار الطعم اللذيذ هو النادي الاهلي. انا قلت في البدايه مباراه لها طعم ومزاج خاص. مين اللي هيختار؟ النادي الاهلي اختار الطعم اللذيذ النهارده بثلاث اهداف مقابل هدف لنادي الزمالك. بيقولوا لي استمر، فانا لما استمر لازم اقول الاستحسان، لازم اقول لو عملنا مقارنه كده اهوت ما بين يعني النادي الاهلي قبل كده والنادي الاهلي في هذا اللقاء. النادي الاهلي قبل كده ما كانش ليه نص ملعب يجيد الناحيه الدفاعيه، ما هم الاشخاص، انما كان احمد حسن بيطلع قدام ما يرجعش، بركات بيروح ما يرجعش، ابو تريكه بيروح ما يرجعش، يفضل الغلبان حسام عاشور لوحده يدوحر. لما جاله شهاب عطى قوه في نص ملعب دفاعيه، وحسام عاشور نفذ الواجب الدفاعي على شيكابالا. شريف عبد الفضيل تفوق على نفسه النهارده. احمد حسن وقف الحته المحببه بتاعته النهارده ونجح تماما انه يوقف مفتاح اللعب بتاع عبد الشافي. فنجح النادي الاهلي انه يقلل فرص الهجوم لنادي الزمالك وانه يوصلوا لاحمد السيد ووائل جمعه. شريف اكرامي بيتقدم ومن المباراه الاخرى. اما نرفع قبعه على عبد الواحد السيد وبنقول للزمالك روح حلوه قوي 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 من حسام حسن، حاجه جميله. وانا بقول للزمالك وجماهير الزمالك لازم النهارده تسلم على حسام حسن، لانه حسام حسن اعاد الزمالك الى الزمالك مره اخرى في مباراه جميله جدا وفي مباراه رائعه جدا وفي مباراه حضاريه جدا. النادي الاهلي